الطريقة التانية للمذاكرة في رمضان. الطريقة دي يا جماعة احنا هنقسمها طريقتين. اول طريقة معانا مذاكرة بعد الفجر، الطريقة التانية وهي مذاكرة بعد صلاة التراويح. طيب خلينا في الاول اللي هي بعد الفجر، ودي كمان انا بفضلها جدا جدا، واظن باين في كل فيديوهاتي ان انا بفضل الطريقة دي. طيب الطريقة دي بقى بتتكلم عن ايه؟ بعد صلاة الفجر يعني يومنا هيمشي ازاي؟ هيمشي كالآتي ان شاء الله. اول حاجة ان احنا هننام بعد صلاة التراويح. اهم حاجة عندي يا جماعة في الموضوع ده كله ان انتوا تصلوا صلاة التراويح، بجد تفرق معاكم قوي. هننام ان شاء الله بعد صلاة التراويح، هنصحى قبل الفجر بكام ساعة، هنتسحر، وبعد ما نتسحر هنقعد من الفجر. طبعا الطريقة دي يا جماعة للناس اللي ما عندهاش مدارس الصبح، اللي هما تالتة اعدادي وتالتة ثانوي، هنقعد من بعد الفجر لحد 12 الظهر نذاكر. طب لو عندي درس عادي جدا انزله واطلع اكمل باقي يومي. هنزل ان شاء الله هقعد من بعد الفجر مثلا الساعة 4 تقريبا الفجر، من بعد الفجر لحد الظهر بذاكر، ما بعملش اي حاجه غير ان انا بذاكر. طبعا هيكون في هتقسموا مثلا ساعتين 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 براحتكم، تاخدوا ما بين كل ساعتين ربع ساعه بريك ليكم. جدا هيأذن عليكم ان شاء الله ظهر، تبتدوا تاخدوا القيلوله بتاعتكم زي الرسول صلى الله عليه وسلم، فهتبتدوا تاخدوا القيلوله بتاعتكم. وطبعا القيلوله دي يا جماعه ما تمدهاش للعصر عشان اليوم ما يبص منكم، يعني اصحوا قبل العصر بشويه بحيث ان انتوا تقوموا تساعدوا مامتكم في البيت، او تبتدوا تشوفوا لو وراكم دروس، او مثلا وراكم ورد تقروا القران بتاعكم. وطبعا يا جماعه الطريقه دي هتحافظ على صلواتكم، تصلوا الظهر وتناموا وتصحوا قبل العصر تصلوا وتقروا الورد بتاعكم وتساعدوا مامتكم في البيت لو وراكم حاجه. من فتره العصر للمغرب دي بريك، لانها اصلا بتكون ضايعه خالص، تكونوا ابتديتوا خلاص بقى الجوع اشتد عليكم مش قادرين عطشانين والكلام ده كله. فالفتره دي هناخدها ان شاء الله مع بعض بريك، شوفوا بقى انتوا حابين تعملوا فيها ايه. لو عايزين تزودوا عبادة اكتر تمام مفيش مشكلة، لو عايزين تاخدوها بريك خالص تمام برضو. ان شاء الله هيقدم المغرب هتفطروا، وتبتدوا من المغرب للعشاء تذاكروا جزء بسيط. طبعا يا جماعه من المغرب للعشاء في رمضان مبيبقاش فيه فرق توقيت كبير يعني، فتبتدوا تاخدوا اي حاجه بسيطه عليكم متبقيه. وطبعا العشاء هتأذن تصلوها وتصلوا التراويح وتروحوا البيت على طول تناموا، ومالكوش دعوه باي حد حواليكم، مش هسهر مع اللي سهران وانام مع اللي كان نايم من تاني يوم وصحي يفطر العشاء. فلا احنا نظبط مواعيد نومنا، وخليكم يا جماعه ما تمشوش اللي هو ايه، لا انا اهلي هيناموا الساعه كذا فانا هنام معاهم، لا انتوا لكم مواعيد تانية، انتوا ليكم فصل تاني خالص، انتوا حاله غريبه كده عنهم. تمام. دي كانت الطريقه الاولى معانا. الطريقه التانية وهي بعد صلاه التراويح يا جماعه، بعد ما تصلوا ان شاء الله صلاه التراويح لحد الفجر انتوا قاعدين بتذاكروا، ايا كان عدد الساعات ما يفرقليش خالص عدد الساعات قد ما يفرق لي جوده المذاكره، ان انتوا بتذاكروا وانتم مصحصحين وانتم فاطرين وقادرين ان انتوا تركزوا. مع ان يا جماعه اصلا المذاكره واحنا بعد الفطار بيبقى فيها خمول شويه، فحاولوا تعملوا اي حركه. المهم نبتدي نذاكر من بعد صلاه التراويح لحد الفجر. ان شاء الله تتسحروا وتصلوا الفجر، وبعد ما تصلوا الفجر تناموا على طول لحد ان شاء الله كده الساعه 10 او الساعه 11. تبتدوا تذاكروا من الساعه 10 لحد العصر، انتوا قاعدين بتذاكروا من العصر للمغرب. طبعا الوقت ده برضو ضايع، شوفوا انتوا رايحين تعملوا ايه، شوفوا انتوا وراكم ايه تعملوه اعملوه. بعد كده ان شاء الله هيأذن المغرب تفطروا، ويبتدي برضو تصلوا صلاه التراويح وتصلوا صلاه المغرب والكلام ده كله، وتبتدي يومكم تذاكروا. اظن الوقت كافي جدا من الساعه 4 للساعه 11 او الساعه 10، نوم وقت كافي جدا. طبعا دي يا جماعه من افضل الطرق اللي انا برجحها جدا اللي تالتة ثانوي وتالتة اعدادي. وانا عن نفسي انا جربت نظام بعد الفجر في تالتة اعدادي وفي تالتة ثانوي، صراحه ما فشلش ابدا، ان هو كل مره يبهرني بنتائجه الجباره معايا صراحه. فالنظام ده حلو جدا جدا خصوصا لتالتة اعدادي، وخصوصا جدا كمان لتالتة ثانوي. احلى والاحلى ان انتم لو طبقتوا النظام ده وخدتوه كمان اونلاين في البيت شهر رمضان. انتظرونا ان شاء الله في اي نصايح تانية هتفيدكم، ولو قدامكم اي سؤال اسألوني انا زي اختكم.